السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى مشترياتي انا بقى، وبرضو جبت شوية حاجات كده للولاد. آم، جبتها من نون. اول حاجة البيجامة دي طلعت وهم. الخامة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم، خامة حلوة جدا جدا جدا. انا جبتها 3 اكس فافتكرت ان المقاس صغير يعني. لان البيجامات دايما بتبقى في الصيف بتبقى يعني على قد الجسم بالظبط، بس هي طلعت كبيره قوي. بس طلعت حلوه وخامتها تحفه. كنت جايباها ب 350 جنيه. خامتها حلوه قوي. هي لون التيشيرت كده بصلي، والبنطلون كده طلع زي في الصوره بالظبط. البنطلون واسع كده ومفتوح من عند فتحه كده لغايه الركب. البنطلون تحفه، البنطلون عامل زي البنطلونات الخروج بالظبط. يعني ينفع تقفلي الفتحه دي وتخرجي بيه عادي جدا. شيك قوي قوي وتحفه تحفه تحفه. بس انا طبعا هخليه للبيت يعني. انا بحب قوي البس في البيت لبس حلو. ومش بحب ان انا البس في البيت اي حاجه وخلاص، لا بحب البس لبس حلو قوي في البيت، لان بيغير من نفسيتي وبيغير من مودي. لان انا من الناس اللي ما بخرجش خالص، فبعتمد على اللبس البيت. ان انا لكني خارجه او كده، حتى لما اكون زهقانه بغير يعني اخد الشاور واغير هدومي واحس ان نفسيتي اتغيرت، واحس ان انا بقيت احسن يعني. طبعا معظمنا اللي معاه اطفال كده، بدل الاهانه في الشارع مع الاطفال والتعب، لان طبعا الاطفال بيبقوا متعبين جدا وغير ان انت كمان وانت استعداد بقى الخروجه بتلبسيهم بقى فتقريبا بتاخدي يعني حوالي ساعتين كده اول ما تخرجوا. هنا جبت كمان حاجه كمان كان نفسي فيها جدا جدا جدا. هنا الكاميرا كنت بعدلها بس ما تقلقوش. جبت شميز ابيض، هوريه لكم دلوقتي. بس هوريكم برضو البيجامه دي برضو طلعت كبيره جدا وطلعت حلوه قوي ب 170 جنيه. دايما كل ما اجيب البيجامات الشورت تطلع الشورت على القد قوي. عايزه اقول لكم طلع تحفه تحفه. يعني الشورت كبير والتيشيرت بتاعه عامل زي الاندر شيرت. عارفين الاندر شيرت اللي هو بنلبسه تحت الهدوم؟ طويل كده شويه، طويل، طلع طويل يعني. فانا بفكر ان انا ده البسه لوحده اصلا وده البسه لوحده. او انا عندي تيشيرتات بيضه كتير. حلو جدا ب 170 جنيه، وخامتها تحفه تحفه. على نون الماركه اسمها سيلز او حاجه كده. حلو قوي قوي يعني بصراحه. ودي تيشيرتات كده من LC وايكيكي، كان نازل عليها عرض في نون. وانا مش لاقيه تيشيرتات بكم خالص لولادي في الصيف. تحت يعني في الشارع مش لاقيه خالص. فدي كانت تيشرتات وب 150 جنيه ب 125 جنيه التيشيرت. ولسه العرض مستمر على فكره لغايه تقريبا 14 سنه لو حد عايز يجيب. فجبت لهم كده كده الصيف كمان دخل وكل حاجه، بس انا كمان بحتاج التيشيرتات دي جدا في الخريفي. وكل واحد فيهم ما عندوش الا تيشيرتين، فحبيت ان انا اجيب لهم. جبت 3 تيشيرتات كده بكم لابني الكبير، وجبت تيشيرتين لابني الصغير. بس التيشيرتين اللي انا جبتهم لابني الصغير كانوا ب 225. فانا ما خدتش بالي ان ده من 6 شهور ل8 شهور، او من 6 ل5 حاجه كده. انا ما خدتش بالي ان هو شهور يعني مانثs، مش مكتوب. لا مش مكتوب سنه. ما خدتش بالي خالص، بس مش مشكله. اخدت التيشيرت الصغير لبنوتي لونه ابيض، والتيشيرت الاكبر شويه، او ده الاكبر شويه جه على قد ابني اللي هو 5 سنين يعني. انا ابني ال5 سنين ده جسمه صغير خالص. وده جه على قد بنوتي 2 سنين. شكله شيك قوي برضو حلو. جاي لها ايه الكومه زي 3/4 كده، شكله حلو قوي قوي. والقطن بتاعهم تحفه. LC حلو قوي القطن بتاعهم بصراحه. حتى البيجامات بتاعتهم كان عندي ولادي بيجامات منهم حلو جدا جدا جدا. بص هو مكتوب عليه. كنت هرجعه بعد كده قلت لا مش مشكله يعني. بنوتي برضو محتاجه حاجه بكم، لان طبعا بقى انتوا عارفين لبس البنات كله بيبقى بقى القط والحاجات ديت. فقلت مش مشكله خالص. دول كانوا ب 225 الاتنين مع بعض. انما التيشيرتات لوحدها اللي هي من ست من كنت جايباها من 7 ل8، طلع حلو قوي قوي. ب 125 جنيه. خامتهم جميله والرسمه بتاعتهم شكلها جايبها له كده ديناصور ولا تمساح.
جبت له كده 3 الوان، كحلي واسود وزيتي ولونه زيتي. بصوا من LC ومكتوب عليه بالتيكت بتاعه يعني مش LC، مش كاتبينه كده وخلاص، لا هي الماركه، حتى الورقه بتاعته مكتوب عليه. حلو قوي قوي قوي. وانا تقريبا جبت له اسود، اسود وازرق، اسود وازرق واخضر. جبت له 3. دايما بجيب لابني الكبير اكتر، لان الكبير طبعا بيكبر واللبس بيصغر عليه فبيدي للصغير فبيبقاش عنده، لكن الصغير هو اللي بيبقى عنده يعني كتير. بس برضو بجيب للصغير، يعني بجيب 1 بجيب 2 كده يعني. اهو ده الكحلي زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي والرسمه جميله ورسمه بسيطه كده وحلو قوي قوي قوي. واكتر حاجه عجباني ان هو بكم، لان انا خريفي بقى بيلبس فوق الجاكيت وهو رايح الحضانه او رايحين في اي حته، وفي نفس الوقت الدنيا حررت يقلع الجاكيت، فالدنيا بتبقى امان، لان كمان الحضانه بيروح الصبح فبيبقى فيه لسعة برد كده بسيطه، فبحب البسهم بكم. في نفس الوقت قطن، لان انا ولادي جسمهم حساس جدا وعندهم حساسيه، فحبيت ان انا اجيب لهم دول، فايه حلوين جدا جدا جدا. بس وخامتهم حلوه يعني، وجم على طول. انا طالبه حاجات تانية من نون ان شاء الله، هوريها لكم ان شاء الله برضو، بس ده اوردر ليا بقى انا، وفي حاجه منهم لبنوت يعني هوريها لكم ان شاء الله. جبت بقى حاجه كمان، هنا بوريكم المقاسات، وهو شكله كده جميل قوي وبجيوب كده وخامته حلوه قوي، وعامل زي لكنك لابسه تحتيه كده كم تاني. بصراحه شكله حلو قوي 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 قوي. التيشيرتات اللي بكم ما بتخسرش خالص في الصيف يعني، وهما مش محتاجين تيشيرتات بنص كم كتير، هما عندهم كتير قوي، اللي محتاجينه ايه اللي بكم اكتر. المهم بقى جبت حاجه كان نفسي فيها قوي قوي وما لقيتهاش في اي محل حلوه كده، اللي هي ايه، اللي هي الشميز الابيض. الشميز الابيض ده تحفه 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 من نون، الحقوا اطلبوه، حلو جدا جدا. هحط لكم الصوره، حلو جدا 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 جدا. هو انا جايباه ب270 جنيه، وانا بلاقيه اغلى من كده من بره، وخامته حلوه ومقاسه حلو، مقاسه كبير، هو اكبر مني، اكبر من مقاسي، بس مش مشكله، بس حلو قوي ومريح. عارفين القماشه اللي هي القطن وفيها مطه بسيطه كده، بحيث ان انتي تريحك كده في اللبس، حلو قوي قوي قوي. واليوم دوت كنت بعمل سمبوسه كده، كنت بوريكم السمبوسه، انا بحب السمبوسه قوي اللي بالزعتر وبزيت الزيتون، بتبقى حلوه وخفيفه وبسيطه. اليوم النهارده كان يوم في رمضان كده بسيط، عملت اكله حلوه كده. ودايما السمبوسه دي بعملها جنب اكله انا كررتها قبل كده، بحيث ان السمبوسه تبقى جديده ويحبوها يعني. السمبوسه بتبقى حلوه وخفيفه وبسم الله ما شاء الله بتخلص على طول بالطريقه دي. حطوا زعتر والجبنه، عايزين تحطوا شويه زيت زيتون حطوا اي جبنه عندكم، الزعتر بيخلي طعم الجبنه، حتى لو جبنه قريش على فكره حلوه قوي قوي قوي. وكمان هنا كان في حلواني كده حلو قوي انا بحبه جدا، اسمه سمايل. فانا في اليوم دوت كنا خلاص في اليوم ده بالليل، بس تاني يوم رايحه لماما الصبح بدري، فهو سمايل دوت مبقاش فاتح بدري يعني، بيبقى فاتح على 12 حاجه كده. فجبت منه البوتيفور ده لينا عشان اجربه في العيد، عنده البوتيفور، بس بصراحه البوتيفور بتاعه ما عجبنيش قوي، مش هجيب منه كحك العيد. لكن جبت بقى ده منه عشان انا كنت رايحه لماما، رحت قعدت عندها 3 ايام كده ورجعت. جبت منها الكنافه بالمانجا ده، والكنافه باللوتس، عايزه اقول لكم الاطباق بتاعته وهميه وهميه، والكنافه بالشوكليت بص وهم. والباكج بتاع العلب حلو قوي، الباكجينج تحفه، والحاجه اللي جوه العلبه تحفه اكتر، واسعاره مش غاليه ومش رخيصه عشان ما اكدبش عليكم، واسعاره في النص، سعره حلو قوي. هو المحل ده في الدقي، لو حد عايزه بجد هيعجبكم جدا جدا جدا، ما يتخيرش ابدا عن جبت منه جلاش وبسبوسه، ما يتخيرش ابدا ابدا عن العبد والحاجات دي. وجبت منه رواني بقى، بص رواني دي تحسوا ان بتاكلوا جاتو ما بتاكلوش كيكه ابدا، رهيب. الكيلو الرواني من عنده تقريبا ب100 جنيه،
او ب130 حاجه كده. حلو قوي قوي وطعمه كده حلو قوي، وانا لما بجيب منه ما بخافش ابدا على اولادي منه، لان الاكل بتاعه بيبقى حلو ونضيف وجميل بصراحه. فلو انتوا عايزين تجربوه والناس اللي من دقي شوفوه هيعجبكم قوي قوي قوي. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. هوريكم كمان الشميز، هحط لكم الصوره. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.